السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكاترة أولى ثانوي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب وفي أحسن حال وأموركم ماشية فل الفل. يلا دكاترة نحل مع بعض الويكلي أسسمنت للأسبوع الرابع. يلا نقول بسم الله ونبدأ بأول سؤال. أول سؤال بيقول لك إيه؟ Choose the correct answer. What does the term the concentration of a solution؟ طبعا يا ولاد إحنا عارفين كلمة concentration دي معناها إيه يا مستر؟ معنى كلمة تركيز يا ولاد يعني الأماونت اوف السوليوت، كميه السوليوت اللي دايبه في السولفنت، اللي بتديزولف في السولفنت. كل ما زادت كميه السوليوت دي يعني كميه الايه، كميه السولت. عارف انت لما تجيب كوبايه ميه وتحط معلقه سكر هتبقى مسكره، صح صح. طب لو حطيت معلقتين ثلاثه لا، النسبه زادت. فاهم؟ فهو بيقول لي بقى ايه الترم ده بيكسبريس الفوليوم بتاع السوليوشن؟ لا. طب التايب بتاع السوليوت، نوع السوليوت ايه، والسولفنت برضو لا. ليه؟ هو انا لو حطيت سكر او ملح او ايا كان نوع الملح، يعني ملح مثلا NaCl او حتى Na2CO3، كل ده سوليوت هيدوب عادي جدا. واحنا كمان فاهمين اللعبه ان هو النمبر اوف الايه، اوف الاماونت او النمبر اوف الايه، اوف السوليوت او الايونز. فهو بيقول لي الاماونت اوف السوليوت ان ا جيفن فوليوم اوف السولفنت، صح، هو ده الكونسنتريشن بالظبط. طب التمبريتشر بتاعت السوليوشن لا، مش هي دي التركيز خالص. تمام. طيب اللي بعده بيقول لك مين من اللي جاي دوت isn't an example for an aqueous solution، يعني مش مثال لاكوا solution. انا قلت لك ان السوليوشن نوع من انواع الميكس، حصل ولا ما حصلش؟ قلت لي حصل. قلت لك مش اي ميكس، لا ده هوموجينس، صح كده؟ يبقى هوموجينس. الهوموجينس او الهوموجينس سوليوشن ده قلت لك لا بتقدر تشوفه بعينك ولا حتى تقدر تميز الكومبوننت بالميكروسكوب. فهو بيقول لي solution of the table salt in the water، صح، بس هو عايز ايه؟ isn't an example، مش هختارها. الليمون جوز اللي هو عصير الليمون نفس الكلام. انت لو جبت ليمون، سيبك بقى من ان احنا بنعصره ومش بنصفيه، لا انت لو عملت خلاص عصرت الليكويد بس في الليكويد، فاهم؟ ده هيبقى عامل سوليوشن، هيبقى سوليوشن طبعا. فبرضه يا مستر ايه، مستبعد. طب التي نفس الفكره، انت لو معاك فتله شاي، فتله مش التفل، حطيتها في الكوبايه وشلتها، اتلونت ولا ما اتلونتش؟ اتلونت. طب هو اللون ده جه إيه ان شاء الله؟ ما هو ده برضه سوليوت، فاهم؟ فبرضه ماله يا مستر، عملوا سوليوشن. انما ميكس من الساند والرمله، بص انا معايا رمله بساند، ده انا شايفها بعيني يا مستر وعارف اميز الكومبوننت، فاهم؟ يعني عايز اقول الساند اهو بعيني والميه هنا، فاهم؟ فاذا يبقى هو دوت اللي مش ايه، مش سوليوشن. طيب تعالى كده نبص يلا على اللي بعده بعد ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لك وات از ذا افكت اوف انكريزنج الكونسنتريشن بتاع الديزولفد سبستانس اللي هو السوليوت يعني. وعايز يقول لك ايه تاثير زياده تركيز السوليوت ان الووتر في الميه، يعني كده سوليوشن ماله كونسنتريتد، خلاص، على الدينستي. والله يا دكتور الدينستي ايه العلاقه ما بينها وما بين التركيز؟ لو التركيز زاد بتاع السوليوت فالدينستي بتزيد. ليه يا مستر؟ واحده واحده. حضرتك دلوقتي معاك كوبايه ميه، ليها دينستي ولا ملهاش؟ ليها. الدينستي بتاعتها فريش ووتر. مش احنا درسنا ان الفريش ووتر الدينستي بتاعتها اقل بكتير من السولتي ووتر؟ هتقول لي ايوه. طب انا رحت جبت كوبايه ميه وحطيت فيها معلقه ملح، هل الدينستي بتاعتها اعلى ولا كوبايه ميه فيها 5 معالق ملح؟ هتقول لي لا يا مستر الدينستي اعلى في اللي فيها 5 معالق ملح. طب ليه؟ عشان الماس بتاعت السوليوت زادت، وطالما الماس زادت يحصل ايه للدينستي؟ تزيد هي كمان، واحنا عارفين ان الاثنين كانوا دايركت مع بعض. فهو بيقول لي ايه اللي يحصل بقى، وايه تاثير زياده تركيز الديزولفد سبستانس؟ تزيد الدينستي. تديكريز لا، تنكريز، صح. وضحت؟ فهمتني؟ وبناء عليه يبقى الايه يا دكتور؟ هتقول لي يبقى يا مستر هات انكريز. طيب doesn't change غلط، change randomly برضو غلط. انا زودت كميه الديزولفد سبستانس في الميه، الدينستي تزيد على طول. وهي دي اللي احنا كنا بنسميها يا اولاد السالينيتي. مش احنا واحنا بنشرح الدينستي قلت لك الدينستي بتتاثر ب 3 فاكتورز؟ قلت لي بس انت مش فاكر هم ايه يا نجم. قلت لك اول حاجه التمبريتشر، حصل ولا ما حصلش؟ قلت لي حصل. لما تزيد التمبريتشر تقل الايه، تقل الدينستي. طب الحاجه الثانيه قلت لك البريشر، حتى في البريشر قلت لك كده هتعلي البريشر هيحصل ايه للدينستي؟ تزيد، عشان انت هتضغط المولكيولز وتقربهم من بعض، فالانتر مولكيولار سبيسيز ما بينهم تقل فتعلى الدينستي. طب السالينيتي دي كانت ثالث واحده. السالينيتي مالها بقى السالينيتي يا مستر؟ قلت لك كل ما هتزيد السالينيتي كل ما تعلى كمان الدينستي. خلاص دي انت زودت الماس. طيب وات از ذا مين افكت اوف ادينج سوليوت للووتر؟ ايه هو المين افكت لما اضيف سوليوت لميه؟ سوليوت دوت اللي هو المذيب، سولت يعني، فاهم؟ تضيفه في ميه على الفيبر بريشر. ما هو لما اضيف سوليوت في ميه يبقى انا عملت حاجه اسمها سوليوشن. ومن الكاليجيتيف بروبرتي بتاعت السوليوشن ان الفيبر بريشر زي ما اتفقنا بيكون ماله،
ديبريشن، منخفض يا مستر. وبناء عليه هو بيقول لي وات از ذا مين افكت، التاثير الرئيسي على اضافه سوليوت لميه على الفيبر بريشر يديكريز على طول. يحصل له يا مستر؟ تقول لي يديكريز، يزيد؟ لا طبعا، يتافكتش وانكريز، وده بلح خالص. طب ليه الووتر مولكيولز less likely to evaporate في السوليوشن عن البيور ووتر؟ انا قلت لك كده ان ارتباط السولفنت بالسوليوت مولكيولز الاتراكشن فورس اللي ما بينهم بتكون اعلى من ما بين السولفنت وايه ونفسه. فهي دي الاجابه. بيقول لي because of الاتراكتيف فورس between الووتر مولكيولز بتزيد، غلط، لان الووتر مولكيولز ده البيور سولفنت، صح؟ وده بيبقى ايه؟ بتبقى ضعيفه طبعا، فدي غلط. طب because of الاتراكتيف فورس between الووتر مولكيولز بتقل، برضو لا، لان هو هنا بيسالني على السوليوشن، بيقول لي كده الووتر مولكيول less likely to evaporate in السوليوشن than البيور ووتر. لازم اقول له حته الاتراكشن اللي ما بين السولفنت والسوليوت لازم. طب بيكوز ان الاتراكتيف فورس ما بين الووتر مولكيولز والسوليوت بتزيد، صح؟ خلاص، عشان كده ان الووتر مولكيولز بتبقى less likely to evaporate في حاله السوليوشن، ده كلام منطقي. طب هل الاتراكتيف فورس ما بين الووتر مولكيولز والسوليوت بتقل؟ لا طبعا، بتكون قويه. يبقى هي دي كده الرايت تشويس. What is the relationship between the number of solute molecules، يعني عدد المولكيولز in a solution and its vapor pressure؟ بص يا حبيب قلبي، انا قلت لك النمبر اوف المولكيولز او حتى النمبر اوف الايونز مالها، قلت لك كل ما يزيد النمبر اوف ايونز كل ما تزيد البروبرتي. حصل مني ولا ما حصلش؟ حصل. ايه بقى البروبرتي؟ اسال نفسك. هي البروبرتي ايه بتاعت الفيبر بريشر؟ هتكون يا مستر ديبريشن، صح كده؟ يبقى كل ما ازود عدد السوليوت مولكيولز كل ما يزيد الدبريشن اللي تحت اكتر. فهو بيقول لي بقى انا عايز اعرف العلاقه اللي ما بين النمبر اوف السوليوت، النمبر اوف السوليوت زاد، حصل ايه للفيبر بريشر؟ قل اكتر. ده يزيد ده يقل، يبقى انفرس ريليشن شيب. دايركت لا، نو لا، فاريبل لا. فهمنا اللعبه؟ واضح؟ طب يلا بعد ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الاوبوزيت جراف بيريبريزنت فور سوليوشن اوف الصوديوم كلورايد. عذرا. طيب ايه القصه؟ تعال نشوف. قال لي ايكوال فوليومز اند ديفرنت كونسنتريشن، كلهم قد بعض في الفوليوم بس التركيزات مختلفه. طب فين بقى دي؟ الاماونت اوف السوليد، كل ما يزيد كميه الاماونت اوف السوليد كل ما يزيد الكونسنتريشن. يبقى الاكس اعلى كونسنتريشن من مين؟ من الزد. من مين الثالث؟ الواي. مين اخر حاجه؟ الدبليو. يبقى كده احنا رتبنا الايه؟ الكونسنتريشن. فبيقول لي which solution has the highest concentration، اقول له طبعا مين؟ الاكس. يبقى الاكس هي اعلى كونسنتريشن. طب مين في دول عنده هايست دينستي؟ اقول له ثواني، مش كل ما بيزيد النمبر اوف السوليوت كل ما بتزيد الماس؟ وكل ما تزيد الماس يحصل ايه للدينستي؟ هتزيد. ما انت خد بالك، كل ما انت ما بتزود الماس كل ما التركيز ما بيزيد. كل ما بتزود الاماونت اوف السوليوت كل ما التركيز ما بيزيد، فالدينستي تزيد. يبقى لها علاقه ما بين الكونسنتريشن او الكونسنتريشن والدينستي دايركت بروبورشن. يبقى مين في دول عنده اعلى دينستي؟ هقول له اكس، لان هو اعلى كميه سوليوت موجوده فيبقى اعلى ماس. طب which solution have the highest boiling point؟ نفس الفكره. ليه؟ هي البروبرتي في البويلنج بوينت ايه يا دكتوره؟ هتقول يا مستر كل ما بيزيد النمبر اوف الايه؟ الايونز او النمبر اوف السوليوت مولكيولز كل ما بتزيد البروبرتي. طب هي البويلنج بوينت البروبرتي بتاعتها ايه؟ elevation. يبقى هو بيقول لي مين اعلى بويلنج بوينت؟ اقول له اعلى كونسنتريشن اللي هو الاكس برضه. طب which solution have the highest freezing point؟ عارف يعني ايه highest freezing point؟ ركز فيها. الميه اصلا بتفريز عند الزيرو وهي بيور، صح ولا مش صح؟ هتقول لي صح. هنا في فريزنج بوينت نيجاتيف 1، هنا في فريزنج بوينت نيجاتيف 2، وهنا نيجاتيف 3. اهي دي درجه ودي درجه ودي درجه. مين اعلى واحده فيهم؟ اعلى واحده فيهم اللي هي دي نيجاتيف 1. ولا ممكن كمان نقول زيرو. مين اعلى واحده فيهم؟ اللي هي الزيرو لو احنا هنقارنهم بالزيرو. يبقى لما يجي يقول لي مين في دول عنده هايست فريزنج بوينت، يعني بيفريزست فيرست، اكنه كده بيفريزست فيرست، يعني هيتجمد الاول. مين اول واحد يتجمد؟ اقل كونسنتريشن. يبقى الهايست فريزنج بوينت اعلى فريزنج بوينت اقل كونسنتريشن اللي هو الدبل. ليه بقى؟ لان انا قلت لك كده كل ما بتزيد النمبر اوف الايونز او الموليكيولز كل ما بتزيد البروبرتي. طب ما هو اصلا الفريزنج بوينت ديبريشن، وهو بيقول لي انا عايز ايه؟ هايست فريزنج بوينت. هايست يعني ايه يا مستر؟ يعني فوق مش تحت. خلاص وضحت؟ طيب يلا نشوف اللي بعده.
بيقول لي الكوليجيتيف بروبرتي بتاعت السوليوشن بتديبند اون. الكوليجيتيف بتعتمد على النمبر اوف السوليوت، عدد السوليوت اهو، النمبر اوف السوليد. وهو ده اللي انا كنت بقوله لك اثناء الشرح. مش انا كنت بقول لك كده دايما؟ احنا هنثبت قاعده سهله جدا، ايه هي؟ هنشوف النمبر اوف الايه، اوف الايونز او الموليكيولز. كل ما بيزيد النمبر اوف الايونز او الموليكيولز كل ما بتزيد البروبرتي. وانت فكر واسال نفسك، هي ايه البروبرتي يا مستر في الفيبر بريشر؟ هتكون ديبريشن، يبقى يزيد الديبريشن اللي تحت اكتر. طب ايه البروبرتي للبويلنج بوينت؟ اليفيشن، يبقى هيزيد الاليفيشن اكتر. طب ايه البروبرتي للفريزنج بوينت؟ ديبريشن، تقل اكتر، وهكذا. يبقى هو بيعتمد على مين؟ هل النيتشر بتاعت السولفنت؟ لا. ولا السوليوت. طب حجم السوليوشن؟ والله ابدا، هو عدد السوليوت بارتكل، هو ده بالظبط، ده اللي ياثر على الكوليجيتيف بروبرتي. طب يلا، مين من الفولوينج داز اتس انكريز ليد تو ديكريز ذا فيبر بريشر اوف السوليوشن؟ بص، عشان الفيبر بريشر بتاع السوليوشن يقل معناه ان انت زودت النمبر اوف الايه، اوف السوليوت مولكيولز، بس كده. لو انا زودت النمبر اوف السوليوت بارتيكل او مولكيولز او ايونز، على طول تقل الفيبر بريشر، لان البروبرتي للفيبر بريشر ديبريشن اصلا. فهنا بيقول لي تمبريتشر، اقول له باي باي. فريزنج بوينت باي باي. ليه؟ هو بيكلمني اصلا على ديكريزنج الفيبر بريشر، اقلل الفيبر بريشر. طب انا عشان اقلل الفيبر بريشر ازود عدد الايه، ازود التركيز يعني. برضه لا، يبقى النمبر اوف السوليوت بارتيكل مظبوطه، هي دي. طيب. عظيم جدا، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طب يلا نشوف اللي بعده. بيقول لك وات هابن تو الفيبر بريشر اوف السوليوشن with increasing the concentration of السوليوت. ايه اللي يحصل للفيبر بريشر بتاع اي سوليوشن لو انت زودت التركيز بتاع السوليوت؟ ما هو اول ما ازود التركيز يحصل ديبريشن في الفيبر بريشر، يبقى يديكريز. ينكريز غلط، بس كده. تمام. طب اللي بعده، liquid start to boil when its vapor pressure ايه؟ بص، هو امتى اصلا اي liquid بيبويل؟ لو كان الفيبر بريشر بتاع الليكويد ايكوال الاكسترنال اتموسفيريك بريشر. اول ما يكونوا الاثنين قد بعض في الحاله دي على طول يبدا ايه، يبويل يا مستر. فهمنا اللقطه؟ وضحت؟ وبناء عليه يا دكتور يبقى الكلام هنا على ايه؟ هتقول لي يا مستر يبقى ايكوال جريتر غلط، 3 تايمز لا، ليس غلط، يبقى هي ايكوال. اجابه حلوه. طيب. بيقول لك لو البويلنج بوينت بتاعت الووتر at 1 atm بريشر ب 100، حلو قوي. اتس اكسبكتد ذات ان البويلنج بوينت اوف قد كده اي تي ام. بص، قد كده يعني انت طلعت فوق، عشان بقى ايه لو الاسئله اتغيرت. كل ما اطلع فوق بيقل الايه، الاكسترنال اتموسفيريك بريشر، فتقل البويلنج بوينت. لو كان بيبويل، ما هو انت 1 اي تي ام ده يعني عند السي ليفل تحت، خلاص. فطالما هنا بيبويل عند 100، هطلع فوق يبويل فين؟ اقل من 100. زي ما قلت لك كده، جبل المقطم. هنطلع نشرب كوبايتين شاي، مش هنتاخر، اول ما تقعد على الكافيه تلاقيه جاب لك الشاي على طول. ايه يا عم؟ معلش البويلنج بوينت عندنا قليل. ليه؟ اصل احنا فوق، فالبريشر عندنا قليل. يبقى انا عايز رقم اقل من الايه، اقل من ال 100، مفيش غير ده. على البويلنج بوينت بتاعت السوليوشن يعني ايه؟ انهي فاكتورز مش بيأثر على البويلنج بوينت؟ طب تعالى نشوفهم كده. بيقول لي الفوليوم بتاع السوليوشن، بمعنى انت لو معاك مثلا كوبايه ميه هتغليها، وهتجيب لي مثلا حله ميه، حله مثلا 10 لتر هتغليها. هل اللي في الكوبايه هتبويل عند درجه غير ال 100؟ ولا هتبويل عند 100؟ عند 100، بس هي خدت كميه حراره قليله. طب والتانيه هتبويل عند 100 برضه. فهل ده اثر على البويلنج بوينت؟ لا، هو بيقول لك انا عايز فاكتور مش بيأثر على البويلنج بوينت، يبقى هي دي كده الرايت تشويس. طب الدينستي بتأثر طبعا، بمعنى انت لو عليت الكونسنتريشن، يعني زودت كميه السوليوت اللي دايبه، فانت كده عليت الدينستي. ومعنى طالما انت عليت الكونسنتريشن يحصل اليفيشن في البويلنج بوينت، بدل ما الميه تبويل عند 100 لا، تبويل عند 102 103 وهكذا. فاذا ده ايه؟ ده هيأفكت. طب يقول لك دازنت افكت. طب الاتموسفيريك بريشر نفس الفكره، انا لو بغلي الميه على الارض هتبويل عند 100 وهي بيور، لو طلعت فوق فالبريشر تتغير البويلنج بوينت، نفس الكلام. وهي طبعا موضوع الكونسنتريشن احنا لسه قايلينه، فكل ده بيأثر ما عدا بس الايه، الفوليوم. يلا نمبر 14، بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لك وات از ذا افكت اوف انكريزنج النمبر اوف السوليوت مولكيولز ان السوليوشن اون البويلنج بوينت بتاعت السوليوشن اند اتس دنسيتي. انا عايز اعرف تاثير زياده عدد السوليوت مولكيولز على البويلنج بوينت تزيد، لان البروبرتي بتاعتها اليفيشن. طب والدنسيتي بتزيد برضه؟ تزيد برضه، اه طبعا. فهو بيقول لك بقى
ايه اللي يحصل لو زودنا عدد السوليد مولكيولز في السوليوشن على البويلنج بوينت؟ البويلنج بوينت تزيد، تنكريزز. طب والدينستي تنكريز هي كمان، هل هتديكريز؟ لا طبعا. خلاص، يبقى الايه هي الرايت، ايه هي الرايت تشويس. يلا بقى نبص على اللي بعده. لسه كويشن بيقول لك ان الفيجر shows two equal samples on one is pure water and the other is salt water. حلو، يعني الواحد بيور solvent والتاني solution. ماشي. when in both are heated to boiling sample x observed بتبويل at كذا، يبقى x ديت مالها؟ طالما بتبويل عند درجه اعلى يبقى دي solution. خلاص. بعد كده قال لك وايل ان الواي عند ال 100 يبقى دي كده بيور solvent. بيور. indicate with an explanation which sample is pure water and which هيكون salt. خلاص، ما احنا كده عملنا ايه explanation ليه. هنقول له كده because ان ال boiling point of solution تكون elevated than ال pure solvent. خلاص، فبيكون من او كده او from ال colligative property of a solution ال elevation in ال boiling point. هنقول له كده برضه ممكن from ال colligative properties of a solution ال elevation in الايه in ال boiling point. طيب explain ال boiling point of a solution is higher than that of ال pure water at a normal atmospheric pressure. ليه ال boiling point بتاعت السوليوشن بتكون اعلى من البيور ايه solvent؟ هنا بقى نقول له عشان الاتراكشن بين الووتر molecules and the solid particles بتكون مالها higher. يبقى عشان الاتراكتيف ايه؟ الاتراكتيف force between الووتر molecules and the solid particles مالها يا مستر؟ بتكون are stronger than الاتراكتيف force between الووتر molecules. يبقى هي ايه؟ بص اجابه السؤال ده موجوده هنا اهو، عشان بس تريح نفسك. فين يا مستر؟ فين اهي، شوف. بيكوز ان الاتراكتيف فورس بتوين الووتر مولكيولز اند السوليوت بتكون هاير ذان الاتراكتيف فورس ما بين مين؟ ما بين الووتر مولكيولز بس. خلاص، فانت تقدر تجاوبها من هنا، هي نفس الاجابه بالظبط. طيب احنا كده خلصنا السؤال ده. بيقول لك what is the effect of increase in the in the concentration of a dissolved substance in the pure water on each of the following. طيب عايز اعرف تاثير زياده الكونسنتريشن بتاع الديزولفد سبستانس يعني السوليوت في البيور ووتر. طيب على الدينستي، انكريز الدينستي، هتقول له هنا انكريز. البويلنج بوينت هتزيد، الفريزنج بوينت هتديكريز، الفيبر بريشر هيديكريز. طب الديكريز ان الفيبر بريشر، يعني ايه الديكريز في الفيبر بريشر؟ يعني نقص الفيبر بريشر بيزيد طبعا كل ما يزيد الكونسنتريشن. النقص، بص هي ايه البروبرتي بتاعت الفيبر بريشر؟ ديكريز، يبقى بتزيد البروبرتي. مش انا قلت لك انت بتبص على الايه؟ على كل ما يزيد النمبر اوف البارتيكلز او النمبر اوف الايونز بتشوف ايه اللي بيحصل للبروبرتي، فايه اللي يحصل؟ تنكريز على طول. خلاص. طيب تعال نشوف اللي بعده. correct الاندرلايند وورد. الكوليجيتيف بروبرتيز اوف السوليوشن ديبند اون التايب اوف السوليد بارتيكل. لا، النمبر. خلاص. طب الليكويد فيبر exert as a pressure on the surface of a liquid called الosmotic pressure. بص الليكويد فيبر يبقى عباره عن الفيبر ايه؟ الفيبر بريشر مش الاوزموتيك. طب الديكريز ان الليكويد فيبر بريشر اوف السوليوشن از ايه بروبورشنال تو النمبر اوف السوليوت. بيقول لي الديكريز في الفيبر بريشر يعني كل ما هزود النمبر اوف السوليوت مولكيولز كل ما بيزيد الديكريز. يبقى العلاقه مالها؟ هو بيقول انفرس، انا اقول له دايركت على طول. حلو الاسئله دي، يعني يا رب يجيبوا لكم منها. بيقول لك الفريزنج بوينت اوف السوليوشن از اولويز نوت تو ذات اوف البيور ووتر. الفريزنج بوينت للسوليوشن بتكون مالها بقى؟ ليس ذان. ليه؟ عشان البروبرتي للفريزنج بوينت ديبريشن، يبقى هي اقل من البيور ووتر. الميه البيور ووتر هتفريز عند زيرو، لا دي عند نيجاتيف 1، يبقى اقل طبعا. طيب البويلنج بوينت اوف السوليوشن از نوت، هو بيقول لي ايكوال
للبيور ووتر في النورمال اتموسفيريك بريشر؟ لا، السوليوشن بتكون هاير زين. ليه هاير زين؟ عشان البروبرتي اصلا للبويلنج بوينت ان هي اليفيتد. طب a liquid boils when its vapor pressure is not. هو الليكويد امتى بيبويل؟ لما الفيبر بريشر بتاعه بيكون equal to الاتموسفيريك بريشر اللي هو ايه exerted on it، اللي هو الاكسترنال يعني. طيب الفولوينج داتا تيبل بتشو 3 samples of equal masses of impure water. حلو. X, Y و Z and the boiling point of each sample under the normal atmospheric pressure. و boiling point لكل سامبل في الاتموسفيريك بريشر. X 101، Y 100 ونص، Z 102. بص بقى تعالى نرتبهم كده ايه على حسب البويلنج بوينت. اقل كونسنتريشن Y اصغر من مين؟ الاعلى منه الاكس. مين اكبر كونسنتريشن فيهم؟ الزد. كده احنا رتبنا التركيزات. arrange 3 sample in ascending order by the number of molecules dissolved in water. خلاص احنا عملناهم فعلا. ما هو ده الايه؟ هو بيقول لي ascending من الصغير للكبير، يبقى الواي اقل من الاكس اقل من الزد، يبقى انا كده طالع الايه؟ طالع السلم. طيب بيقول لك the following data table بتشو 3 samples of equal masses of impure water. برضه نفس الكلام. and the boiling point of the sample under the different atmospheric pressure. دي البويلنج بوينت بقى عند ايه؟ عند بريشر مختلف. حلو. فهو عايز ايه بقى؟ بيقول لك كده السامبل اكس البويلنج بوينت عاليه، يبقى ده اعلى بريشر. طب دي اقل بريشر، وده اللي في النص. يبقى انا لو هرتبهم بريشر، الواي اقل واحد، اقل بريشر خالص. يجي بعد كده مين اعلى منه في البريشر؟ الزد. مين اعلى منه خالص؟ الاكس. فهو عايز arrangement ascending order by the value of acting atmospheric pressure. ده اقل واحد، ده اعلى واحد فعلا. وكده ascending ايه؟ ascending order. وبكده بفضل الله نكون خلصنا حل التقييمات الاسبوع الرابع. هتلاقي على نفس البلاي ليست حل التقييمات اللي فاتت. ولو كنت بقى وصلت معايا للحظه دي ما تنساش بقى لايك جميل وكومنت حلو عشان نستمر وننزل لك الحل بتاع التقييمات. ربنا يوفقك يا رب، موفقين دايما. سلام عليكم.